بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في قناتكم قناة المستر لشرح مادة الاجتماعية. الحمد لله احنا في الترم الأول عملنا مراجعة لطيفة جدا والناس حبتها، ويعني كنا عاملين شغل كويس، فاحنا هنستمر على الشغل بتاعنا. طبعا الشرح هنا مجانا وهنستمر على طول معاكم. طبعا احنا كنا عاملين جروب واتساب للتواصل يعني ونعرف أسئلتكم، ومنزلين فيه ملزمة سعرها يعني بسيط جدا، فهسيب الرابط في الوصف يعني عشان لو عايزين تتواصلوا معانا وكده. هنشرح النهارده الدرس الاول في الجغرافيا اللي هو النشاط الزراعي ومورده في العالم. طبعا عايزين نعرفكم كده تعريف بسيط بالمنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا يعني متكون من 4 وحدات، 2 جغرافيا و2 تاريخ. اللي هيقول المنهج طويل، لو سألت اي طالب فيكم وقلت له المنهج طويل هيقول له اقول له الشرع اللي وراه. المنهج مش طويل ولا حاجه، المنهج يعني كويس مناسب للترم بتاعنا، واحنا هنمشي كده بالتدريج، بس اهم حاجه ما تراكمش حاجه عليك وتحاول تفهم كده الدروس وتستمتع يعني. تمام. نبدا بقى بالدرس الاول اللي هو النشاط الزراعي ومورده في العالم. النشاط الزراعي دوت يعني من ضمن الانشطه الاقتصاديه، من ضمن الانشطه الاقتصاديه. الانشطه الاقتصاديه عندنا بنقسمها نشاط تعديني، نشاط الرعي، نشاط الصيد، الصناعه، الزراعه. فاحنا هنعرف النشاط الاقتصادي دوت اتطور ازاي. فبيقول لك تمهيد كده، التمهيد ده مهم يعني. في الماضي النشاط الاقتصادي دوت كان يعني زمان كانت أنشطتهم بدائية. الإنسان البدائي زمان كان الأنشطة بتاعته بدائية بسيطة جدا، كان عبارة عن صيد ورعي الأغنام، وكان إنسان متنقل مش بيقعد في مكان معين لحد ما عرف الزراعة إن هو يزرع. فلما زرع فيعني استقر، بعد ما استقر وبنى بيوت بقى فعمل حضارة كبيرة جدا. وهو كان الهدف الرئيسي من الزراعة أو الصيد أو الرعي إن هو يعني يلاقي أكل ويلاقي شرب وملبس ومسكن، فهو إشباع حاجاته الضرورية. ما كانش عايز أي حاجة تانية يعني، ولا عايز مثلا يركب واي فاي ولا يركب عربية ولا الحاجات دي كلها. فيعني ده بالنسبة للأنشطة الاقتصادية في الماضي. طب مع مرور الزمن بقى، مع يعني لما الدنيا تقدمت ومر الزمن، الشعب كتر، الناس كترت، مع كثرة السكان تطور النشاط الاقتصادي. كل واحد بقى يعني السكان كترت، فكل واحد بيطلع فكرة معينة، فكرة مختلفة، فتطور النشاط الاقتصادي لحد ما ظهرت الصناعة. لحد ما ظهرت ايه؟ الصناعة. طبعا ده بالنسبة للنشاط الاقتصادي مع مرور الزمن. فاحنا ندرس في الأول النشاط الزراعي. ندرس النشاط ايه؟ الزراعة. النشاط الزراعي ده بدأ من كام سنة لورا، أقول لك منذ 5000 سنة. ومن ساعة ما عرفنا الزراعة دي عرفنا الاستقرار، الاتنين مرتبطين ببعضيهم. ليه؟ عشان انت لما بتبذر البذور بتنظر يعني بتفضل منتظر يعني قول 3 شهور، فال3 شهور دول مثلا هتنام في الشارع؟ لا، يعني لازم تعمل لك مثلا كوخ، بيت صغير جنب الزرعة بتاعتك، علشان ايه؟ تستنى بدل ما الزرعة تطلع وتحصد الزرع. فاحنا استقرينا في مكان معين بسبب ايه؟ بسبب الزراعة. طبعا الزراعة زمان كانت زراعة بدائية لحد ما تطورت بقت زراعة علمية متقدمة. فالزراعة بدأت منذ حوالي 5000 سنة، عرفها الإنسان منذ 5000 سنة، ومرتبطة الزراعة بالاستقرار. الزراعة دي أهميتها إيه؟ أهمية الزراعة يعني سؤال مهم جدا، يقول لك يعد النشاط الزراعي أو يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم. بما تفسر لأسباب إيه؟ أقول لك إن الزراعة دي هي المصدر الرئيسي لغذاء الإنسان، طبعا بجانب الأسماك والحيوانات. احنا بنتغذى على الحيوانات وبنتغذى على الأسماك، ولكن الزراعة هي الأساس في الغذاء، هي اللي بيطلع منها القمح اللي احنا بنعمله من الخبز وفطاير ومكرونة وحاجات كتير يعني. تمام. فأول سبب اللي يخلي الزراعة هي نشاط اقتصادي أساسي في العالم إن هي مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. كمان الحيوانات اللي احنا بنتغذى عليها بترتبط تربيتها بالزراعة. احنا مش على طول بنزرع مثلا قمح والحاجات اللي احنا بندخلها في الزراعة والاكل والشرب، لا احنا بنزرع ساعات برسيم علشان الحيوانات زي البقرة والغنم والحاجات دي كلها تتغذى على الزراعة. كمان تالت أهمية معانا هي مصدر مهم للمواد الخام. هي مصدر مهم للمواد ايه؟ الخام اللي احنا بندخلها بعد كده في صناعات زي ايه؟ زي القطن مثلا والكتان والجود.
القطن احنا بنصنع منه ايه؟ بنصنع منه الملابس. طبعا نفس النظام برضو الكتان والجود، هما مختلفين بس في ان الكتان والجود دول يعني طويل التيله شويه، يعني بنصنع منه الشنط مثلا الحاجات دي، لكن الجود بنصنع منه الملابس دي. بس هما الاتنين حاجه واحده، يعني هما التلاته حاجه واحده. تمام. بيندرجوا تحت مسمى المنسوجات او الالياف. طبعا دول بيتزرعوا، فده ماده خام بتستخدمها الصناعة أو المصنع، بيدخل المادة الخام دي في المصنع، بيطلع بعد كده ملابس وشنط وحاجات كتير جدا. ده طبعا بنجيبها من الزراعة. المطاط الطبيعي ده فيه أشجار استوائية. طبعا في المنطقة الاستوائية، احنا عارفين المنطقة الاستوائية بيكون فيها أشجار. الأشجار دي بيحصل لها كده عملية كيميائية، بنعصر منها عصارة تبقى مادة لزجة كده، يعني مادة ملزجة كده، بنعمل منها إطارات السيارات اللي هو الكاوتش. فده طبعا يندرج تحت الزراعة. يبقى الزراعة ليها تلات أهميات مهمين جدا: مصدر مهم لغذاء الإنسان، يرتبط به تربية الحيوانات، كمان مادة خام لازمة لبعض الصناعات. طب هنا بقى السؤال المهم جدا اللي جابوا لك كتاب الامتحان من تحت: ما العلاقة بين الزراعة والنشاط الصناعي؟ ايه العلاقة بين الزراعة والنشاط الصناعي؟ في هنا عامل مشترك ما بينهم. طبعا الزراعة بيطلع عندنا المطاط الطبيعي دوت بيدخل في ايه؟ في صناعة اطارات السيارات اللي هو الكاوتش، فهنا في علاقة. طبعا القطن والكتان والجود دول بيدخلوا في صناعة الملابس، فطبعا لهم علاقة بالصناعة. تمام. فهو ده سؤال ما العلاقة اللي فيه طلاب كتير يعني بيتلخبطوا ما بينهم. عايزين نعرف بقى انواع الزراعه. احنا عندنا في انواع الزراعه، عندنا زراعه بسيطه بدائيه، وعندنا زراعه متقدمه. تمام. الزراعه المتقدمه دي بتنقسم لنوعين اخرين، اللي هما الزراعه الكثيفه والزراعه التجاريه والعلميه. انا يعني هلخصهم وهبسطهم لكم في صوره يعني كويسه جدا وهتحبوها. يعني بس يا ريت تكتب ورايا، عشان احنا مش يعني شرح الكتاب الامتحان تلاقيه كتير كده، يعني في شويه كلام كتير، فانت ركز معانا، انا هلخصهم لك على السريع. فامسك كده بالراحه الزراعه البسيطه اللي هي الزراعه البدائيه. الزراعه البدائيه ديت عدد العمال فيها بيكون قليل جدا. ليه؟ عشان هي مناطق اصلا متباعده، وهم بيزرعوا عشان يجدوا نفسيهم، يعني عشان يكفوا السكان المحليين، فعدد العمال قليل جدا. المساحة والآلات، طبعا مفيش آلات، هم ما بيستخدموش آلات في الزراعة بتاعتهم غير أدوات بسيطة جدا زي الفأس ويعني زي المحش والحاجات بسيطة جدا، يعني مش أدوات حديثة، فهي أدوات بسيطة. المساحة بتكون صغيرة ومعزولة عن بعضها، كل مثلا فدان بعيد عن الفدان التاني. ده بالنسبة للزراعة البسيطة. يبقى عدد العمال قليل جدا، الأدوات أدوات بسيطة جدا، والمساحة بتاعتها صغيرة ومعزولة عن بعضها. الهدف من الزراعة البسيطة أصلا هو توفير الغذاء اللي هو الأكل للسكان المحليين فقط. مفيش فائض للتصدير، مش بيصدروا، هما مش بيكفي نفسهم أصلا، ده هما بيستوردوا. ده بالنسبة للزراعة البسيطة البدائية. هي أماكنها فين؟ طبعا هتلاقيها في الغابات الاستوائية مثلا، أو في مناطق حشائش السافانا اللي هي المناطق المنعزلة البعيدة اللي هي بتاع الناس، مش عايز أقول عليهم يعني اللي هم متخلفين، لا، اللي هي بتاع المناطق النامية أو الزراعية. تمام. يبقى أماكن انتشارهم في الغابات أو مناطق السافانا. الهدف من الزراعة البسيطة كلها إن هو توفير الغذاء للسكان المحليين فقط. محاصيل إيه اللي بيزرعوها؟ بيزرعوا الذرة اللي هي الذرة الشامية. طبعا بتدخل في صناعة الأعلاف أو في الغذاء برضو، صناعة الخبز. والموز، بيزرعوا الموز واليام والكزافة. اليام والكزافة دول شبه ايه؟ شبه يعني زي البطاطا كده والخضروات والحاجات دي، بيطبخوهم او بيسلقوهم يعني. يبقى احنا عندنا الذرة والموز واليام والكزافة، دي النباتات او المحاصيل الموجودة في الزراعة البسيطة. ده بالنسبة للزراعة البسيطة. يبقى احنا خلصنا الزراعة البسيطة كده. العمال قليلين، المساحة منعزلة وبسيطة، الأدوات أو الآلات أدوات بسيطة جدا. الهدف هو توفير الغذاء للسكان المحليين. أماكن انتشارهم هو الغابات الاستوائية أو منطقة السافانا. المحاصيل الموجودة في الزراعة البسيطة هي الذرة والموز واليام والكزافة. تمام. طب بالنسبة للزراعة المتقدمة، احنا قلنا زراعة كثيفة وتجارية وعلمية، هما نوعين.
بس الاتنين بيندرجوا تحت النوع اللي هو زراعة متقدمة. الزراعة الكثيفة ديت هي زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد. ليه؟ لتوفير الغذاء للسكان. يبقى احنا هنا في منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، فهم محتاجين يزرعوا الأرض دي أكتر من مرة علشان يكفوا إيه؟ يكفوا نفسيهم، عشان يعني يغذوا نفسيهم. طب عدد العمال في الزراعة الكثيفة آسف، عدد العمال في الزراعة الكثيفة هيكون كبير ولا هيكون قليل؟ هيكون كبير جدا. ليه طيب؟ عشان هم اصلا السكان كتيرة جدا فمش لاقيين شغل عندهم وقت فاضي كتير، فهم يشغلوا نفسهم بنفسيهم، فيخترعوا ايه؟ يخترعوا شغلانات علشان يشغلوا نفسيهم، فالعمال عددهم كبير جدا. بما تفسر ليه؟ هقول لك عشان هم ما بيستخدموش آلات كثيرة في أو آلات متقدمة في الزراعة. بيستخدموا آلات يدوية، يعني بيزرعوا زراعة يدوية. طب الزراعة اليدوية دي زي إيه؟ إيه العمليات اللي بيستخدموها في الزراعة اليدوية؟ زي بذر البذور، يعني يبحث نجرة كده ويحط البذرة، فدي عايزة شغلانة واحد يشتغل بقى وياخد عليها فلوس، اللي هي بذر البذور. الري اللي هو يسقي الأرض، دي شغلانة برضو. تنقية الحشائش، في حشائش بتضر بالبذرة الأساسية، ففي ناس كده عمال بيروح ينقوا الحشائش دي، يعني يخلعوا الحشائش دي، دي شغلانة برضو. يبقى احنا عندنا في الزراعة الكثيفة دي ان عدد العمال بيكون كبير جدا. بما تفسر ايه السبب؟ لان الزراعة بتكون يدوية. يدوية ازاي؟ ايه العمليات اللي بيستخدموها؟ زي بذر البذور، الري، تنقية الحشائش، ودي كلها عمليات زراعية هم بيستخدموها. طب مساحة الأرض بتكون كبيرة ولا صغيرة ولا لا؟ أقول لك إن مساحة الأرض بتكون ضيقة وجنب بعضيها كده، زي عندنا إحنا في مصر هنا، هتلاقي الأرض الزراعية جنبيها أرض زراعية أخرى بتاع شخص آخر، هكذا. يبقى ضيقة وصغيرة متلاصقة في بعضها. فطبعا هنا هيحصل إيه على لما تكون المساحة صغيرة جدا ومتلاصقة؟ طبعا هيكون في صعوبة في استخدام الآلات الحديثة. أنا مش هروح أجيب آلة بتمن الأرض كلها، آلة حديثة تزرع للزرع وتحصد الزرع بتاعي بتمن الأرض اللي أنا بزرعها نفسها. وغير كده المساحة مش هتشيل الآلة، مساحة الأرض الزراعية مش هتشيل الآلة الحديثة. يبقى احنا عرفنا إن عدد العمال كبير جدا، وعرفنا إن المساحة بتكون ضيقة وصغيرة جدا، فبالتالي يصعب استخدام الآلات الحديثة. الهدف منها من الزراعة الكثيفة ديت هو نفس الهدف من الزراعة البسيطة، اللي هو إيه؟ توفير الغذاء للسكان المحليين فقط، مفيش فائض للتصدير. اماكنها بتكون موجوده فين الزراعه الكثيفه دي؟ طبعا بتبقى موجوده في المناطق الحاره والمعتدله زي عندنا في مصر كده. في المناطق الحاره والمعتدله محاصيلهم زي القطن، القمح، الارز. ده بالنسبه للزراعه الكثيفه. ده بالنسبه للزراعه التجاريه والعلميه الواسعه. طبعا الاتنين دول يندرجوا تحت الزراعه المتقدمه، عشان في ناس بتتلخبط يعني. الزراعه التجاريه والعلميه من اسمها كده ضمن الدول المتقدمة. طبعا عدد العمال هتلاقيه هنا قليل جدا. ليه؟ عشان هو هنا العمال اصلا مفيش عمال. الآلات الحديثة هي اللي بتقوم بدور العمال نفسها. هنا ما هي من اسمها زراعة تجارية وعلمية متقدمة، فهنا العمال هيكون قليل جدا. طب لما يكون العمال قليل جدا هيترتب على ذلك ايه؟ هيترتب على ذلك توفير العمال، مش هيبقى فيه فلوس كتير تصرف على العمال. يبقى توفير التكاليف وتوفير العمال ذات نفسها. طب كمان بيستخدموا ايه في التجارة في الزراعة التجارية والعلمية؟ بيستخدموا احدث الآلات والطرق العلمية. يبقى هم بيستخدموا احدث الآلات والطرق ايه؟ العلمية. المساحات طبعا بتكون واسعة جدا، المساحات بتكون واسعة جدا في التجارية والعلمية. يبقى احنا قلنا في الكثيفة والبسيطة ان المساحة بتكون ضيقة ومنعزلة وصغيرة. في التجارية والعلمية بتكون ايه؟ مساحة واسعة جدا. عشان هي بما تفسر السبب ايه؟ عشان هي تهدف او لانها تهدف الى الانتاج التجاري الضخم جدا. الهدف هو الهدف ايه بقى من التجارة من الزراعة التجارية والعلمية؟ الهدف هو الانتاج التجاري الضخم جدا والتصدير الى دول العالم النامي. اماكن انتشارها فين؟ هنا مش هنتكلم بقى عن المناطق الحارة او المعتدلة او الغابات الاستوائية او السفن، احنا هنتكلم هنا على الدولة المتقدمة واللي بتكون فيها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. زي إيه؟ زي أوروبا.
وزي امريكا الشماليه دي متقدمه، وزي جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا يعني الصين والهند. في اوروبا بيزرعوا القمح. في امريكا الشماليه اللي هي الولايات المتحده الامريكيه بالذات، يعني في امريكا الشماليه بيزرعوا القمح والقطن. القمح وايه والقطن، يعني بيزيتوا على اوروبا. في جنوب شرق اسيا مختلفين خالص بقى، بيزرعوا المطاط والشاي. المطاط والايه والشاي. طبعا عارفين المطاط اللي قلنا بيصنعوا منه ايه؟ اطارات السيارات اللي هو الكاوتش. يبقى ده بالنسبة لثلاث أنواع من الزراعة، اللي هي الزراعة البسيطة البدائية والزراعة المتقدمة الكثيفة والتجارية والعلمية. لو جينا بصينا عليهم في الكتابة تلاقي الزراعة البسيطة اللي هي الزراعة البدائية خصائصها إن هي تستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة ضيقة المساحة، بتوفر الاحتياجات الغذائية اللازمة للسكان المحليين فقط دون وجود فائض للتصدير. أماكن انتشارها على هوامش الغابات الاستوائية وفي حشائش السفنة، محاصيلها الذرة والموز والكسافة واليام. بعد كده هتلاقي الزراعة المتقدمة في منها نوعين: الزراعة الكثيفة وهي زراعة الأرض أكتر من مرة بهدف إشباع حاجات السكان المحليين من الغذاء، وعادة ما توجد في المناطق كثيفة السكان. خصائصها إيه؟ إن هي بتتم الزراعة أكثر من مرة في العام الواحد. كمان صغيرة المساحة. ترتب على ذلك ايه؟ صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية. يعني ايه بالميكنة الزراعية؟ ما يبقاش فيه مكن زراعي في الزراعة، يعني مفيش تكنولوجيا في الزراعة بسبب صغر المساحة. كمان بتتطلب أيدي عاملة وفيرة. ليه؟ عشان بتتم من خلال عمليات عديدة زي بذر الحبوب، يعني زراعة الحبوب، والري وتنقية الحشائش. بتكون موجودة في المناطق الحارة والمعتدلة، محاصيلها القمح والأرز والقطن. الزراعة التجارية والعلمية بنعرفها بالزراعة الواسعة وبتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. خصائصها اللي هي بتتم في مزارع واسعة تستخدم فيها أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. قلنا ترتب على ذلك إيه؟ قلة العمالة الزراعية وقلة التكاليف. أماكنها قلنا موجودة في جنوب شرق آسيا حيث مزارع المطاط والشاي، في أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا يعني، فيها القمح والقطن، وأوروبا فيها القمح وحاجات تانية مختلفة. تمام. أهم محاصيلها بقى اللي هو المطاط، وقلنا والقمح والقطن والشاي زي ما مكتوب يعني عندك هنا. في لما قلنا جنوب شرق آسيا بتزرع المطاط والشاي، وأمريكا بتزرع القطن والقمح، وأوروبا بتزرع القمح. تمام. لو جينا حلينا شوية أسئلة نشوف احنا خدنا قد ايه وقت. خدنا 17 دقيقة لسه بدري. نحل بقى شوية أسئلة. أي من المحاصيل الآتية يخرج عن كونه أحد محاصيل الألياف التي تدخل في صناعة المنسوجات؟ يعني إيه من الاختيارات اللي قدامنا دول مش تبع محاصيل الألياف أو المنسوجات؟ القطن طبعا من منسوجات. المطاط لا طبعا المطاط مش من المنسوجات، لكن الكتان والجود من المنسوجات أو الألياف. 2. ضيق المساحات المزروعة وتباعدها عن بعضها من خصائص الزراعة. ايه؟ ضيق المساحات المزروعة وتباعدها عن بعضها من خصائص الزراعة. طبعا البداية قلنا ان هي مساحة صغيرة ومتباعدة عن بعضها، لكن الكثيفة صغيرة وضيقة طبعا ولكن متقاربة جدا من بعضها. دي الكثيفة، لكن البدائية متباعدة. أي من أنواع الزراعة الآتية تتطلب أيدي عاملة وفيرة لتعدد عمليات الزراعة بها؟ طبعا هي الزراعة الكثيفة. تقوم بعض الدول ذات الحجم السكاني الكبير بزراعة أرضها أكثر من مرة في العام الواحد بهدف إيه؟ بهدف تحقيق الإنتاج الضخم؟ لا طبعا. تقليل معدل البطالة ممكن. توفير الاحتياجات المحلية؟ لا. تصدير؟ لا. يبقى تقليل معدل البطالة. كبر المساحات المزروعة بمحاصيل محددة من خصائص الزراعة. كبر المساحات المزروعة بمحاصيل محددة من خصائص، طبعا من خصائص الزراعة التجارية. إذا كانت هناك منطقة زراعية مقسمة لحقول صغيرة لمحاصيل متنوعة كالقطن والقمح، فأن نوع الزراعة المستخدم؟ طبعا حقول صغيرة يبقى على طول نختار الزراعة الكثيفة. بما تفسر النشاط الزراعي أهمية كبيرة في العالم؟ قلنا عشان هو مصدر الرئيسي لغذاء السكان أو لغذاء الإنسان بجانب الحيوان والأسماك، وكمان هو بتقوم عليه تربية الحيوانات ومصدر مهم للمادة الخام. تعتمد الزراعة التجارية على الميكنة الزراعية الحديثة بينما يصعب استخدامها في الزراعة الكثيفة. هو بيتفسر بسبب ان الزراعة التجارية العلمية واسعة ذات مساحة واسعة، بينما الزراعة الكثيفة ضيقة المساحة.
قارن بين الزراعة البسيطة الهدف منها هو إشباع حاجة السكان. طبعا الزراعة الكثيفة برضو إشباع حاجة السكان المحليين، لكن الزراعة التجارية والعلمية هو الإنتاج التجاري الضخم. أماكن انتشار الزراعة البسيطة، طبعا أماكن انتشار الزراعة البسيطة هو الغابات الاستوائية ومناطق السافانا. الزراعة الكثيفة المناطق الحارة والمعتدلة. أماكن انتشار الزراعة التجارية والعلمية قلنا في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. أهم المحاصيل اللي في الزراعة البسيطة قلنا اليام والكثافة، ممكن تكون الموز والذرة أي حاجة. الزراعة الكثيفة قلنا القمح والقطن، وقلنا القمح والقطن والذرة. في الشاي قلنا في الزراعة التجارية والعلمية قلنا الشاي والمطاط والقمح والقطن. نخش بقى على الموارد الزراعية الرئيسية في العالم. الموارد الزراعية الرئيسية في العالم تنقسم إلى 3: محاصيل غذائية، محاصيل ألياف اللي هي منسوجات، محاصيل ذات طبيعة خاصة. محاصيل غذائية عندنا حبوب غذائية ومحاصيل سكرية. الحبوب الغذائية زي القمح وزي الذرة والأرز. القمح ده هو الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. لمعظم شعوب العالم. ليه؟ لأنه بيدخل في صناعة الخبز اللي احنا بناكله على الصبح، العيش يعني، وصناعة الحلوى والمكرونة. واللي استغرب من الاسم، أيوة المكرونة من صناعة القمح. تمام، هي مش نبات بيطلع لوحده كده بيطلع مكرونة، لا. يبقى القمح ده أهميته إيه؟ إن هو الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، بيدخل في صناعة الخبز والحلوى والمكرونة. طب الذرة؟ الذرة طبعا هي من الحبوب الغذائية. تمام؟ الذرة دي بتدخل برضو في غذاء الإنسان، وكمان صناعة علف الحيوان، اللي هو العلف اللي احنا بنشتريه اللي هو غالي دلوقتي جدا يعني. تمام؟ فبتدخل في صناعة علف الحيوان والحبوب الغذائية. مين القارة المهيمنة على زراعة الذرة؟ أكتر قارة بتنتج الذرة هي أمريكا الشمالية. هي أمريكا الشمالية، هي نمبر 1 في إنتاج الذرة. طب الإنتاج ده بيكون غذائي ولا يعني ضمن الإنتاج الغذائي اللي بيغذي الإنسان ولا بيغذي الحيوان؟ لا، معظمه علف حيوان. ده بالنسبة لأمريكا الشمالية، معظم الإنتاج بتاعها علف الحيوان. طب الأرز؟ الأرز الكل اللي أنت عايز تعرفه إن هو تبع المحاصيل الغذائية. الأرز ده تبع المحاصيل الغذائية أو الحبوب الغذائية. طب المحاصيل السكرية عندنا قصب السكر وبنجر السكر، مهمين جدا دول. قصب السكر ده يعني هو النبات الأساسي لصناعة السكر، بعديه بيجي بنجر السكر. هما الاتنين لهم ظروف معينة في زراعتهم. فهتلاقي قصب السكر ده بيحتاج مياه وفيرة، يعني مية كتير، وحرارة مرتفعة. وحرارة مرتفعة. عكسه بنجر السكر بيحتاج حرارة معتدلة، مش هنقول مية وفيرة، وطبعا بيحتاج مية، ولكن بيحتاج تربة مناسبة أو تربة خصبة أو تربة ملائمة لزراعته اللي هو البنجر. تمام؟ قصب السكر ده مين القارات اللي بتنتجه؟ قال لك كل القارات بتنتج قصب السكر ما عدا قارة واحدة بس، اللي هي أوروبا. ليه السبب؟ السبب إن هي قارة أوروبا دي قارة معتدلة أو باردة. احنا قلنا إن من ظروف زراعة قصب السكر إن تكون في مياه وفيرة وحرارة مرتفعة. طبعا قارة أوروبا مناخها معتدل وبارد. سبحان الله بقى، شوف ربنا بدلهم بإيه بقى؟ بدل أوروبا ببنجر السكر. بنجر السكر هتلاقي أول القارات وأكبر القارات في إنتاج بنجر السكر هي أوروبا، يليها أمريكا الشمالية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية. ليه بقى؟ إن قارة أوروبا دي الجو فيها بيكون معتدل وتربتها بتكون مناسبة أو خصبة، فنفس ظروف بنجر السكر، نفس ظروف زراعة بنجر السكر. احنا قلنا بنجر السكر بيتطلب حرارة معتدلة وتربة مناسبة أو ملائمة. تمام؟ ركز بقى في الجزئية دي إن مصر بتحتل رقم 1 على أفريقيا في إنتاج البنجر. تمام؟ بنجر السكر ده مصر
يعني بتحتل رقم واحد في افريقيا مش على العالم يعني. تمام. تمام. ده بالنسبه للمحاصيل الغذائيه. طب بالنسبه لمحاصيل الالياف اللي هي المحاصيل المنسوجات، اللي هي المحاصيل المنسوجيه. في المحاصيل المنسوجيه احنا عندنا القطن والكتان والجود. تمام. هناخد بس القطن. هنقول على القطن ان هو بنصنع منه الخيوط، وهي اجود المنسوجات. ده من القطن اجود حاجه بنصنعها منه هي الخيوط. تمام. والملابس طبعا. القطن ده بيزرع فين؟ بيزرع في المناطق المداريه الحاره. المناطق المداريه ايه؟ الحاره. كمان بنصنع من القطن الزيت. زيت بيسمى زيت بذرة القطن. ده زيت عادي بيدخل فيه الغذاء طبعا، وبنعمل به حاجات كتير يعني. بالإضافة إن القطن دوت أو بذرة القطن نفسها ممكن نصنع منها أعلاف بندخلها بنحطها على مواد تانية بيصنع منها علف للحيوان. فهنا أهمية القطن كتيرة. القطن بنصنع منه الخيوط، بنصنع منه زيت بذرة القطن، كمان بنصنع منه علف الحيوان. عايزين نعرف نقطة مهمة جدا في القطن، إن مصر والسودان دول يعني عندهم أفضل وأجود أنواع القطن. ليه؟ لأن القطن اللي في مصر والسودان قطن طويل التيلة. قطن إيه؟ طويل التيلة. هما مش بينتجوا كتير مصر والسودان، ولكن القطن بتاعهم طويل التيلة. يعني ايه طويل التيلة؟ يعني ممكن نصنع من القطن المصري والقطن السوداني ممكن نصنع منه فستان كبير جدا. لكن القطن التاني المختلف اللي هو بتاع دول اخرى، ده قطن ممكن نصنع منه تيشيرت صغير. فاهميني يعني. طبعا الكتان والجود من ضمن ايه؟ المحاصيل الالياف او المحاصيل المنسوجات. طب محاصيل ذات طبيعة خاصة، يعني ايه محاصيل ذات طبيعة خاصة؟ يعني محاصيل محتاجة كده ظروف معينة عشان تنمو فيها. يعني زي المضاد الطبيعي دوت ما بيتزرعش غير فين؟ غير في المنطقة الاستوائية، عشان هي الحرارة بتكون مرتفعة وأمطار غزيرة. فاهميني؟ فدي محاصيل ذات طبيعة خاصة. أول حاجة عندنا المطاط. هما المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة: المطاط الطبيعي، الشاي، البن. تمام؟ المطاط الطبيعي دوت هو كده يعني محصول استوائي. احنا لسه شرحناه في اول الدرس ولكن نشرحه تاني. محصول استوائي. بنستخدمه في ايه؟ بنعصر الاشجار الاستوائيه ديت، بنطلع منها او بنصنع منها كده ماده ملزجه، ماده لزجه بتدخل في صناعه اطارات السيارات اللي هو الكاوتش، وكمان صناعات اخرى مختلفه زي البالونه، زي اي حاجه بلاستيك كده. تمام. بعد كده الشاي ده بنزرعه فين؟ الشاي بنزرعه في جنوب شرق آسيا أو في شرق آسيا. ده الموطن الأصلي بتاع زراعة الشاي. دائم الخضرة. الشاي ده يعني ما بينشفش، يعني الورقة بتاعته ما بيتصاجر، ما فيش يعني إيه أوراق نفضية أو فصل نفضي بيسقط الأوراق بتاع الشاي، عامل زي النعناع كده. تمام. أوراق الشاي دي بتتنشف وبتطحن وبيبقى الشاي اللي احنا بنشربه. تمام. الشاي ده ليه ظروف معينة تزرع فيه. زي ايه؟ عندنا 4 ظروف معينة لازم الشاي ده يتزرع فيهم عشان يطلع لنا الشاي ويبقى فيه شاي كده ايه؟ حلو. قال لك لازم حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة وتربة خفيفة وهواء رطب. مش فاهم الكلام ده. طبعا عندنا لازم يعني حرارة مرتفعة وزي أمطار غزيرة دايما وتربة خفيفة بتسرب المية دي وهواء رطب. هواء رطب بيكون متحمل بالبخار. طبعا شبه كوباية الشاي بالظبط. انت امسك كوباية شاي كده تلاقيها حرارتها مرتفعة، هتلاقي بتطلع بخار، البخار ده رطب. هتلاقي التفل اللي تحت عامل زي التربة الخفيفة اللي بتسرب المية. المية نفسها اللي هو الشاي نفسه اللي هي الأمطار الغزيرة. تمام. ده تشبيه حلو يعني. البن طبعا لازم تعرفوا اللي هو من النبات ذات الطبيعة الخاصة، مع الناس شرح كتير عليه. وكده يكون الدرس بتاعنا يعني خلص. تمام. في بس اللي هو ايه، ممكن نقرا الجزء اللي احنا شرحناه دوت من هنا اهو. هتلاقي الجمح اهو، الاهميه بتاعته: غذاء رئيسي لمعظم شعوب العالم، اهم القارات واهم الدول. انا عامل لهم تلخيص مهم جدا اوريه لك. بالنسبه للذره تستخدم لغذاء الانسان، بينتج في معظم قارات العالم. امريكا الشماليه اول القارات انتاجا، ويستخدم معظم الانتاج كعلف للماشيه، ويصدر جزء منه للخارج.
المحاصيل السكرية قلنا قصب السكر وبنجر السكر. قصب السكر ده المحصول الأول والرئيسي لإنتاج السكر في العالم، يزرع في المناطق المدارية الحارة، يعني بيحتاج قصب إلى حرارة مرتفعة ومية وفيرة، كمية مياه وفيرة. لذلك بيزرع في كل القارات ما عدا قارة أوروبا، عشان هي موجودة فين؟ في المنطقة المعتدلة الباردة. البرازيل أول دول العالم الإنتاج. طب بالنسبة للبنجر ده المحصول الثاني لإنتاج السكر، تتركز زراعته في أوروبا وأهم دولتها فرنسا. في أمريكا الشمالية وأهم دولها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بسبب ظروف المناخ الملائمة والتربة الزراعية زي ما احنا قلنا اللي هو بيحتاج لإيه؟ لظروف مناخية معتدلة وتربة زراعية خصبة أو ملائمة. أكبر الدول المنتجة في قارة أفريقيا قلنا مصر بتحتل رقم واحد في أفريقيا، مش على العالم، في أفريقيا. وكمان بص حتة صفرا ايه، تعد البرازيل أولى دول العالم إنتاجا للسكر، بتليها الهند ثم الصين. محاصيل الألياف اللي هو المنسوجات قلنا القطن. القطن أهميته إيه؟ إنتاج الخيوط، تدخل فيه صناعة المنسوجات والملابس، مصدر رئيسي لاستخراج زيت بذرة القطن، وكمان صناعة الأعلاف. أهم القارات والدول المنتجة، آسيا أولى القارات إنتاج، فثلث الإنتاج العالمي. أهم دولها الصين والهند. أمريكا الشمالية تاني القارات، أمريكا الجنوبية تالت القارات، أفريقيا رابع القارات، وأهم دولها مصر طبعا والسودان زي ما احنا قلنا. وقلنا كمان إن احنا عندنا القطن في مصر والسودان من أجود الأنواع في العالم، لأن معظمه من أنواع طويلة التيلة. من أنواع طويلة إيه؟ الطيلة. محاصيل ذات طبيعة خاصة. قلنا المطاط الطبيعي بيدخل في صناعة إطارات السيارات وصناعات أخرى. ركز مع صناعات أخرى دي عشان مهمة جدا. تمام. أهم القارات قلنا آسيا أولى القارات إنتاجا، معظم الإنتاج العالمي، وأهم دولها هي تايلاند أولى دول العالم إنتاجا، وأفريقيا ثاني القارات إنتاجا. طبعا تركز مع الدول زي تايلاند دي، وعارف مكانها فين على الخريطة؟ تلاقي مكان تايلاند في السهم الأزرق اللي معمول هنا بقلم أزرق أهو، دي تايلاند. تمام. عشان هو ممكن يقول لك يجيب لك رقم على الخريطة ويقول لك دي دولة أولى في إنتاج المطاط الطبيعي، تقول على طول تايلاند. الشاي قلنا نبات دائم الخضرة، موطنه الأصلي في شرق آسيا. ظروفه الزراعية تربة خصبة خفيفة، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. أهم دوله هي الصين. نحل أسئلة. احنا وصلنا أخرنا في الوقت ولا لأ؟ دقيقة 3 ماشي، هنحل على السريع. أولى دول العالم إنتاجا للقمح هي، أو أولى دول العالم إنتاجا للقمح طبعا هي الصين. تعد. بس استنى قبل ما احل اسئله، في حاجه هوريها لكم ثواني.